يا مساء الفل على الحلوين. تعالي بقى اقولك، لو عندك مكرونه بايته بقالها 3 شهور في التلاجة تعملي بيها ايه؟ اكيد يعني مش هنرميها، مش معنى ان هي قعدت 3 شهور في التلاجة ان احنا هنرميها. لا طبعا احنا هنستصلحها. جبت بقى بصلايه صغيره قطعتها مكعبات صغيره جدا نونو. جبت كمان فلفلايه قطعتها قطع صغنطوطه خالص كده. وطماطمايه قطعتها برضو مكعبات صغيره خالص. جبت بقى حله، حطيتها على النار، حطيت فيها شويه زيت واستنيت لما الزيت سخن. هبتدي بقى انزل بالبصلايه بتاعتي واقلبها كويس جدا بحيث انها تتشوح. هسيبها تتشوح تشويحه بسيطه كده. دي وصفه بسيطه وسهله ومكوناتها موجوده في كل بيت. البصل بتاعي خلاص قرب يدبل، حطيت له شويه ملح وفلفل اسود عشان يدبل معايا ويستوي بسرعه زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اقلبه لحد ما يبدا ان هو يدبل، وبعد كده هنزل عليه بالفلفل. ابتدي انزل بالفلفل بتاعي واديله تشويحه برضو محترمه كده مع البصل. استنى عليهم شويه بحيث ان هما يتشوحوا الاتنين ويدبلوا. وبعد كده هبتدي ان انا انزل بالطماطم بتاعتي، وبرضو هسيبها تاخد معاهم تشويحه زي ما انتوا شايفين كده. انزل بالطماطم بتاعتي واديها تقليبه محترمه معاهم. وهحط لها بقى ربع فنجان ميه كده صغير بحيث ان هي تتسبك بقى معايا زي ما انتوا شايفين. ابتدي ان انا بقى احط لها التوابل بتاعتها، رشه بهارات مشكله او 7 بهارات. هحط كمان رشه توم باودر. انا مش بكتر في التوابل خالص، انا بحط شعره بسيطه بحيث انها تدي نكهه وفي نفس الوقت ما تضيعش طعم الاكل الاصلي. حطيت كمان رشه بابريكا مدخنه، وكمان هحط ملح، وحطيت رشه قرفه رشه صغيره خالص، وحطيت ملح. هبتدي بقى اقلب كل ده في بعضه زي ما انتوا شايفين كده. حاجة بسيطة مش بتاخد وقت خالص، وفي نفس الوقت لو عندك اي اكلة موجودة بتستصلحيها مش بترميها. هبتدي بقى ان انا احط ربع كوباية المية اللي قلتلكوا عليها وربع فنجان صغير خالص زي ما انتوا شايفين كده. وهغطي عليها بقى واسيبها اللي هي الطماطم بقى تتسبك، والخضار ياخد من طعم كل حاجة، تاخد من طعم الحاجة التانية. اسيبها مثلا 5 دقايق او اقل كمان. هنا كانت خلاص الطماطم بتاعتي اتسبكت والخضار خلاص استوى زي ما انتوا شايفين. بس انا هغطي عليها واسيبها دقيقتين بس كمان بحيث ان يبقى اصلا الخضار ده مش باين اصلا، تحسيه مش موجود. شفت بوريكم هنا اتلسعت في ثانيه، لقيتها عملت كده. هنا خلاص بقت فل اهي. هبتدي بقى ان انا انزل عليها بالمكرونه، وهسيب برضو المكرونه فيها دقيقتين كده 3، مش هسيبها كتير على النار بحيث ان هي تبقى سخنه، وكمان الصوص يدخل في المكرونه كده ويبقى تحسيها لسه مطبوخه النهارده زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم بجد ان دي اختراع، وممكن تعمليها بالمكرونه عادي من غير ما تسلقيها وانت لسه بتعمليها اول مره. انا بعملها كده برضو اوقات من غير سلق، بس بزود لها بقى ميه وبحط كمان صلصه. لكن دي مكرونه كانت بايته عندي في التلاجة، وطبعا انا ما حبيتش ارميها عشان حرام، فقلت استصلحها عشان تتاكل. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم كانت جوسي. نفسي تسمعوا صوتها وانتي بتقلبيها كده، بتعمل صوت رهيب. وبس كده واكون عملت من طبق مكرونه بايت احلى طبق مكرونه بطعم لا يقاوم. ولو وصلتي في الفيديو لحد هنا وما حطيتيش لايك، حطي لايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.